قبل ما اسمع لا قبل ما انسى الاصوات يا شباب. محمد راج جمله تكلموا الاكبر جمله الحجاز عن ايوب الناس. دعونا نجد نشيد جديد بما ان العديد من المنشدين موجودين الان. قبل ما يبدا النشيد محمد غزي ايش اسم الوالده؟ ايش اسم امك؟ قولها وافتخر. فاطمه. هشام. فاطمه. جد والله فاطمه. اسم امك؟ مليكه. مليكه. ايش اسم امك؟ تريدهم يبهدلوني. عادي يا اخي هذه اللي راح نعلق عليها. والله عادي خلاص علق علينا ماشي. يلا عزيزي ايش اسم امك؟ ام سلطان. خديجه وبها اقولها عاليه. دوري يلا نورة. ايش اسم امك؟ امي الله يرحمها مسعوده. الله يسعدها. زوجة حيدر. عادي ترى. لا ايمان ونعم اصلي عاد كاتب النك في ميشو عيال عند كلام انا لا يعني اللي ما اعطانا اسم الوالده ناصر راح نرجع لك. ناصر عزوز. يعني كيف بنا عزوز ام سلطان. كيف ام سلطان انت قاعد نعرف امهات المؤمنين. امهات المؤمنين الله قتل في مكه انت مجنون. يا ولد كل ما اروح مكان يا ولد مجنون والله عادي. والله افتخر بامي. كانوا عيال الحاره هذا اللي حق الرحمه حق النفسيه دي. كانوا عيال الحاره كان اذا مسك لك اسم الوالده سوى له قصه يعني. واحنا نعرف والله يقتلوك اسماء امهات المؤمنين والصحابيات وكذا. يا اخي خديجه بنت عبد الله هذه امي. والله مما دخل على العرب من المفاهيم الخاطئه. اي والله ستر اسم المراه. الصحابيات رويت اسماءهن في الاسانيد ورويت اسماءهن في التاريخ كله. يكفيك شرفا يوم القيامه تنادى باسم. لا مش مظبوط. دقيقه الروايه الوحيد اللي هيندى باسم امه هو سيدنا عيسى. ايش ترى عادي هذا الانسان باسم والده. ما في اشكال اسم الوالده بالعكس قديمه عندي ترى. شباب جميعا بحذر. هو المشكله انه بعض الناس للاسف وفي هذه لا زالت موجوده عندنا في بعض العرب والباديه للاسف انه يقول اجلكم الله زوجتي، اجلكم الله فلانه، او مثلا ام عيالي، او مثلا امي. لا بالعكس. ونسي هذا المسكين انه ابن الفضل. ايوه الفضل بعد الله. ايوه وابنته امراه وربته امراه. والكلام المشهور. لا علق الموضوع يا شباب ناصر عنده تعليق صعب والله صعب. والامر الاخير بس بسأل ام اسماء والله. ايش اسم الوالده يا ارثر؟ انا اسمه طارق. خلاص انت خلاص ما اسم امك ما ايش اسمها؟ ولا لا يوجد ولا كم ساعة. الامر الاخير اللي هو العباره المشهوره وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه. كلنا يعني لا نخلو من مساله ولا نخلو من مساله التربيه. انت طول يومك في الاصل مع الام مع الزوجه. يعني ننسى في الفضل هذا. لكن هناك لا زالت موجوده الآن مثلا من أمور القبيلة وما القبيلة وكذا. أنا ما نتكلم على العالم كله ما نخصص. وأنا أتكلم مثلا على لا ناصر راح يرجع ويقول اسم أمه غصبا عنه. لا بقول شيء. بقول نقطة مهمة. أنا لا زال في أقاربي الآن. من يخجل من ينكر التلفظ باسم زوجته. يعني مثلا يقول أم فلان بس ما يهينها مثلا. لا يعطيها مثلا. أنا ما أتمنى تساعد أنك تخصص تقول أقارب ما أقارب. إحنا نتكلم بشكل عام. لا بس بقول لك نقطة بس مهمة. إنه يعني في من الأمور المرجلة ما يسمونها بالمرجلة لأمور القبيلة. هذا بسبب الضعف. ما تسمي هذا تمسك. هذا قالك نورة بنت محمد الشهري صح الله يحفظه. اللهم آمين. في مرجلة صدق. المرجع اللي تكون في مواقف صعبة. مين هذه المواقف؟ أنا تحفظ عرض. خلي ناس رح الموضوع صايد جاء صايد شو اسمه هذا؟ سهام ما شاء الله. هي حتى تفهمون بس سبب النقطة حتى يكون الأمر واضح للجميع. أنا كنت بس أمزح مع عبد الرحمن قلت له ايش اسم الوالدة معي شباب قال لي نورة بنت محمد الشهري. أنا قلت الوالدة خديجة بنت عبد الله. بعدين خطر في بالي أنه بعض الناس يأتي إشكال في أنه يتحرج من ذكر اسم الوالدة. الموضوع ليس حرج. لا أنا جاي خبرك أنا بس بالموضوع. فهي حتى تفهم نقطتنا وش السبب. الموضوع خليه يوضح بس خليه نصل يوضح. أنا ما عندي مانع
امسك يد امي واشلها كل مكان، ما عندي مانع. والله. الموضوع ليس موضوع حياء او موضوع يعني خجل لا مش حتى عرض. موضوع اني ما اني انا الان لا اذكر اسم امي لاني انا اخجل اني انا اذكر اسم امي امام الناس عشان الناس لا يعيروني او يقال لي فلان ولد فلانه أو لا. الموضوع ليس هكذا. الموضوع ان البيئه اللي انت فيها هذا العاده اللي عندهم. القضيه قضيه عرض تؤخذ احيانا ان اسم اهلك يكون قولوا عائشه ام المؤمنين معروف اسمها وتعرف تفاصيل يا استاذ. هذا الموقف يختلف عن موقفك انت. هذا الاسم علم، اسمه علم لا يمس. قد يكون يعني الاعلام وش يمس لما تعرف اسم الوالد؟ لا مش حبيب ما انه يمس او يساعد، لكن الان نناقش موضوع بطريقه فكريه عقلانيه. يعني هو بدا بالمزح وصار جد. أيوة. لا ما نجد لكن صار جد يا استاذ. بس اوضح وجهه نظري يعني عشان الموضوع ما حد يعني الحنان الوالده الغاليه لا يرمى شخص ويقال انت تستحي من والدتك. لا تقصد ان البيئه تاثرت. انت والدتك تحفظها بقلبك اهم شيء. مش اهم شيء انا اذكر اسم والدتي امام الناس. لكن بعضهم فعلا قد يكون يذكر انا ولد فلان وولد فلان وانا افتخر ما ادري حقه وهو ما يعرف من بر الوالدين ولا شيء. احنا معك في هذا، لكن هذا ما يعني موضوع حريه شخصيه جدا. لا ترى احنا انا قلت لك يوم سالته كذا بالمزح قال نورا، قلت له خديجه، بعدين قلت له خلينا نسال الشباب ثم احنا نعلق. والله ما كنا ندري انه في واحد راح يقول لا والا ما نسال هذا السؤال. ومش الموضوع لا شوف انا ما اقدر اقول لانه خلاص مو انه سدا للذريعه خلاص لا بأس. انا عارف من باب سد الذرائع شباب مكه دقيقه. انا عارف شباب مكه يمسكوها عليه. المره الاولى امشي له هي، المره الثانيه يقولها استهزاء. انت ما تبغى يعني حتى لو مثلا ابويا المثال العزيزي تطل معاه ويلا قامت مشكله. اسم الوالده ناداني في الشارع يا ولد فلان اقول له هلا حبيبي. لا هو يقولها بطريقه. لا هو ما طريقه. هذه ترجع لاخلاقه وليست اخلاقك. انا ما لست مسؤولا. المره الاولى تتحمل، الثانيه الثالثه خلاص براس اعطيه راس. وش اسم الوالده حسن؟ والله ما يخلونه ابراهيم يعني حسين بتعطى الله ناصر ارسل له قال لا تقول مين هذا. لا والله انا عشرت له بعد ما قال الاسم سويت له كذا. تعرف ايش خلاني اقول ما قالوا محمد عبد الله اشتغلت الموظف حسن. سالتك ليه ما قلت الاسم؟ ليه ما قلت الاسم؟ عبد العزيز تدرون ليش انا قلت لكم؟ انا اصلا مقفل. عبد الله عزر قاص هناك اصلا بالخيمه الاوروبيه يعني. وليكن شوف في بث او غير بث يعني الموضوع. جبت العيد. شوف نورا بن محمد المهم انا قلت لكم الموضوع والله باختصار. سووا هاشتاج اسماء والداتكم، الموضوع لن يزيد في بر الوالدين شيئا. طبعا انت بر بوالدتك. لا احنا ما دخلنا في البر. انت تستحي من ذكر اسم امك يعني. هذا الموضوع هو في الحياة يعني. لا انت تهاجم الشخص تخجل من امك يعني. لا هذه كلمه سمعتها باذني هنا. لا ما اظن واحد. انت تخجل من اسم والدتك. لا ولن تسمعها. في ناس تخجل لكن ما نمزحك هنا. في ناس تخجل، في ناس جد من جد تخجل. فأمس جاء قايبها والله العظيم اتكلم. ايوه زي خلاص كلنا عيال. طيب عارف اسمع كلكم شيء راجع لي. اقول ما اقول بالكلام شيء راجع لي. وحذفتها هي مع الهوا. بس اسمع غير الموضوع عرفت اسم امك ترى على فكره. قاعد تقول لي ام سلطان جبتها حواء امي عليها السلام. حلوه ناصر حلوه. حواء وابويا ادم. اسم الوالده صرفنا اسم ابويا خير الدين. هنيه الله يهنيك فيها يا رب. عمر غير شو اسم الوالده؟ اسم الوالده الله يحفظها. لطيفه الله يحفظها. يوسف اسم الوالده؟ امي اسمها فاطمه. ما شاء الله. والله زي امنا والشيخ. والله نعم. يا حبيبي يا ولد فاطمه يا حبيبي. انا عندي بقى انا وزوجتي يعني نادرا ما تلاقي اثنين يتوافقوا بالاسم كده. والله محمد وحمديه. لا وخديجه. محمد وخديجه. نادرا ما تلاقي محمد. وش سميت؟ يا ما سميت قاسم. لا يجوز
القاسم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن الرسول اسم معروف. من هي امه؟ الحمد لله. نادرا ما القاسم وابراهيم عليه السلام رضي الله عنه صح؟ نعم صحابي يعتبر. ابراهيم ما في شيء غير ايه نعم ابراهيم الا ابراهيم كانه من ماريا والباقي من خديجه. خوال مصر نادرا. يا شباب شوفوا تعالوا بالله جس عمر والله واحد قصد هذا الشيء. وش القضية يا عبد الرحمن؟ لا خلص. كنا نسأل بس. كانوا يتهاوشون على اسماء الامهات وكذا. ايوه. فاللي نبغى نبينه شوف ابو احمد شو اسم الوالده الله يرحمها؟ الوالده شو اسمها؟ والله لو اديك هند خليك تشوف منها. وامك الله يرحمها رحمة الله عليها. هي اسمها فاطمة ولقبها حمدية. تلقب بحمدية. نعم. وهي اسمها فاطمة. نعم. الله يغفر الله ويرحمها. محمد شقيري شو اسم الوالدة؟ حنان. الله حنان ما شاء الله. الله يحفظها. هو فخر اللي يذكر اسم امه فخر. ما تشوف سعد السويدان اسمه سعد ميشو. والمالي وش اسمه؟ مشاعر نفس الوالد ميشو. هي مشاعر. انستغرام يسمونه سعد ميشو. يوم القيامة ألا ينادى على الرجل يوم القيامة.